تمريره من سبل وتسديده نوف الازروني. كره تمشي لجانبا وتمر جانبا بدون مقدمات فريق الرجاء. لاحظوا بالجهه اليسرى نوف الازروني يسدد مع التمريره من محمد سبل، ولكن الكره كان تدخل ديال الحارس ديالو 26 اصابه، حاليا يحتل الرتبه الرابعه ب8 ديال النقاط في بدايه هذا الموسم. يسجل نتيجه ايجابيه، ولكن فريق النجم الساحلي التونسي تمكن من التاهل. تبادل المحاوله داخل منطقه جزاء، محاوله ومراوغه اولى ثانيه. فريق حسنيه اكادير على المنافسات الدوليه. هذه فرصه كره عرضيه ولكن سهله في يد الحارس. كينتظر المسانده، كيتمكن من التمرير. صابر بوغرين رفع الكره داخل منطقه جزاء. فرصه راسيه ديال ممتازه من صابر بوغرين على مستوى الكعب. مشات الكره في الجهه اليمنى، بوغرين رفع الكره. دي فرصه تدخل الدفاع، ركنيه من الجهه اليسرى. نوف الازروني ترفع الكره داخل منطقه جزاء. دي فرصه تدخل الدفاع. كانت فرحه كبيره الجمهور المغربي بعد ما اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف يوم الاربعاء الماضي في العاصمه المصريه القاهره. ولكن قبل ذلك هناك محاوله وانفراد بالمرمى. فرصه الهدف هدف اول لفائده فريق حسنيه اكادير بواسطه محمد بخاش كيتمكن من وضع الكره في الشباك، وهدف اول لفائده فريق حسنيه اكادير الذي انتظر التوقيت المناسب وانفراد بالمرمى. اكيد انه غادي يكون هناك يعني حكام الفار غادي يرجعوا اللقطه وغادي يتابعوا هل كان هناك وضعيه تسلل في الوقت لتمريره للاعب محمد بخاش الذي يضع الكره في الشباك. هدف اول لفائده فريق حسنيه اكادير. تابعوا هذه المحاوله، كانت تمريره من عبد الله بوخنفر ومحمد بخاش يضع الكره في الشباك. الى جانبه ادم النفاتي يرفع الكره داخل منطقه جزاء. فرصه والكره فوق المرمى في الوقت الحكم المساعد رافع الرايه. كان هناك ثابتا. تابعوا من جديد بالفعل بوشعيب الراسي الانطلاقه ديالو كان كره القدم كاف الاربعاء الماضي بالعاصمه المصريه القاهره عن فوز المغرب تنظيم. هذه فرصه والكره في القائم وتدخل الا كتكون هناك محاوله، هناك فرصه، والقائم يرد هذه المره المحاوله ديال فريق الرجاء اللي كان قريب امامنا. ايمن حسين لاعب الذي يبحث عن الضربات الراسيه. ترفعت الكره في القائمه الثانيه. دي فرصه راسيه فوق المرمى. كره وراسيه بوشعيب الراسي. كنتابعوا البحث عن القائم الثاني. بوشعيب الراسي بالراس، ولكن الكره ديالو كتمشي فوق المرمى. بالتالي كتضيع هذه المحاوله. تابعوا من جديد بوشعيب الراسي والكره مبارك. مشات كره في الجهه اليمنى عند اللاعب محمد بولكسوت لنوف الازروني. فرصه لفائده فريق الرجاء. ترفعات الكره مباشره عند الحارس المهدي فريق حسنيه اكادير. انطلاقه المراوغه. هذه فرصه امكانيه تسديد. فرصه وتدخل انس زنيتي. ممتاز عبد الله بوخط. انس زنيتي. نتابع هذه المحاوله ونتابع هذه الفرصه وهذه التسديده القويه للاعب عبد الله بوخنفر وتدخل ممتاز. يمكن نقول انه انس زنيتي استحضر كل امكانياته لابعاد هذا التسديد. نوف الازروني تسديد نوف الازروني. فرصه وفوق المرمى ممتازه من نوف الازروني. نتابعوا من جديد تسديد المرمى. كيبقى حل من الحلول، ولكن الكره ديال نوف الازروني كتمشي فوق المرمى. لاحظوا قوه التسديده. دائما 1-0 لفائده فريق حسنيه اكادير. ترفعت الكره داخل منطقه جزاء. الراسيه ديال بوشعيب الراسي ولكن بعيده. تدخل الدفاع صباح المرتد هجومي. خروج الحارس انس زنيتي بطريقه ممتازه، لان التمريره دي فرصه لفائده فريق الرجاء. تمريره عند ايمن حسين. شو يعمل ايمن حسين؟ كيبحث على التمرير في الجهه اليمنى. دي فرصه يسري بوزوق ولكن الكره سهله عند الحارس المهدي الجرباوي. مرر في اتجاه اللاعب مهدي مبارك. كان يتمرر في الجهه اليمنى. دي فرصه يسري بوزوق كيمر عند نوف الازروني. يسري بوزوق حاول انه يمرر ليسري بوزوق. كتضيع هذه المحاوله. تدخل يوسف السديري. هذه فرصه لفائده فريق الرجاء. صابر بوغرين. فرصه والهدف. هدف اول لفائده فريق الرجاء بواسطه يسري بوزوق. كل ما دخل يسري بوزوق الا عطى الجديد. كل ما لمس الكره يسري بوزوق الا كانت هناك خطوره على دفاع الخصم. جوزيف زيمباولي يتنفس الصعداء بهدف تعادل. ورقه
يمكن نقول بانه كان ترابي يسري بوزوق يتمكن من تسجيل الهدف. غنتابعوا خصوصا صابر بوغرين وتمريره صابر بوغرين كانت ممتازه ليسري بوزوق الذي ينسل من وراء ظهر المدافعين ويضع الكره في الشباك بهذا الشكل وبهذه الطريقه. اذا يسري بوزوق وهدف التعادل لفائده فريق الرجاء. اصبح النتيجه الان هدف ليميتي بين الفريقين. تابعوا من جديد التمرير ديال يسري بوزوق. اذا هدف صحيح لفائده نوفل زروني اللي صمد بدوي. هذه فرصه يسري بوزوق تبادل المحاوله ترفع الكره داخل منطقه الجزاء. فرصه راسيه ممتازه ممتازه بواسطه اللاعب. اعتقد الحكم رفع الرايه بالفعل. كان هناك وضعيه تسلل. نتابعوا من جديد هذه المحاوله. ترفعت الكره. مشكله اصبحت مشكله غنيه ديال فريق الرجاء من خلال انتدابات اللقاء. تمريره عند ادم النفاتي لمحمد بولكسوت على مستوى الجهه اليسرى. هذه فرصه لفائده فريق الرجاء. ادم النفاتي يرفع الكره. فرصه حسين وصلت الكره لعبد الصمد بدوي. فرصه بين البديلين. سنتابع هذه المحاوله. هنا التمريره ادم النفاتي يرفع الكره. كان صعود ديال ايمن حسين وصلت الكره لعبد الصمد البدوي. الحكم كيقول الكره ما تجوزاتش الخط التمريره ولكن فقط عند لاعبي فريق حسن اكادير فرصه امكانيه تسديده. الكره تمر جانبا. هنا يطلب لفائده فريق حسن اكادير امكانيه تسديده ولكن بعيده. التمريره الخاطئه من محمد بوغازي. يصبح الان مرتد هجومي. هذه فرصه لفائده فريق حسنيه اكادير. انطلاقه ديال اللاعب عبد العزيز قيدي. تدخل دفاعي. هذه فرصه ومحاوله. ادم النفاتي حاول يرفع الكره يبحث على الجهه اليمنى الجهه اليسرى. يسري بوزوق لمحمد بولكسوت. ما كاينش وضعيه تسلل. ترفع الكره. فرصه للرجاء. فرصه للرجاء في الجهه اليمنى عند يسري بوزوق. يسري بوزوق ادم النفاتي. فرصه وتدخل الحارس. تدخل الحارس المهدي الجرباوي. تسديده من ادم النفاتي. يمكن نقول انه سدد بقوه وسدد ولكن رده فعل ممتازه ديال الحارس المهدي الجرباوي. نتابعوا هذه المحاوله. تسديده من ادم النفاتي. راسي ديال محمد بولكسوت. مشات الكره في الجهه اليمنى. اول فرصه واول محاوله. فريق حسن اكادير لعبت الكره دائريه في القائم الثاني. هذه فرصه وهذه محاوله. امكانيه المراوغه. فرصه التسديد. تدخل الدفاع. تدخل الحارس. انا زدت تعليمات والنصائح للاعبين. سنتابع هذه المحاوله. ما تكونش هناك زاويه. رفعت الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه. خطوره. فرصه دائما المحاوله. الكره كتمر من تابعوا المحاوله. رفعت الكره داخل منطقه الجزاء. لاحظوا يوسف أزديري. تدخل الحارس. وصلت الكره من جديد للاعب جينو رمبيلي. كانت محاوله لفائده فريق حسنيه اكادير. من دومينغو شادي من دومينغو. تمريره. فرصه ايمن حسين يضيع هدف الثاني للرجاء. نتابعوا مره اخرى هاشم دومينغو. طريقه ممتازه في التمرير ولكن محمد زريده شادي عبد زريده طلب الكره عند النفاتي. فرصه لفائده فريق الرجاء. فرصه سنتابع هذه المحاوله. ادم النفاتي يمرر. لاحظوا فريق حسنيه اكادير. تعود المحاوله. هذه فرصه. ايمن حسين دخول داخل منطقه الجزاء. ايمن حسين يضيع مره اخرى. ايمن حسين محاولة ضائعة. لاحظوا ايمن حسين اللي كينفرد بالحارس ولكن لم يتمكن من وضع الكرة في الشباك. تضيع هذا الفرصة. التنفيذ ادم النفاتي. هذه يحاول يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء. رفعت الكرة الرأسية. فرصة والحكم تدخل ديال الحكم.